تخيل معايا ان بعد مرور سنين من الحرب، كل الوقت الطويل ده من الحرب في اخواتنا في القطاع، في لسه ناس كتير فينا ما يعرفوش الكلمات دي بالانجلش. يعني اول كلمه دي اسمها ايه؟ اسمها massacre. وكلمه massacre دي يعني مذبحه. تاني كلمه massacre يعني مذبحه. لما انت بتتابع الاخبار او هتتفرج على اي فيديوهات بيتكلموا عليهم، هتلاقي الكلمات دي بتتكرر كل شويه. الكلمات دي بتتقال. طب بص للكلمه دي بتتقال ايه؟ اسلاموفوبيا. يعني ايه اسلاموفوبيا؟ كره الاسلام. الناس اللي عندها كره للاسلام بنقول عليه اسلاموفوبيا. والكلمه دي اهم واحده فيهم لانه طول الوقت فعلا بتتكرر. انتي سيماتيزم، معاداه الساميه، اليهود. طول الوقت لما بنتكلم عليهم او ننشر اي حاجه او نيجي ندافع عن نفسنا او اخواتنا في القطاع يجوا يعملوا اي حاجه، يقولوا بقى لا انت عندك معاداه للساميه. فكلمه معاداه الساميه دي بنقولها تاني اسمها ايه؟ انتي سيماتيزم. والكلمه دي بنقولها ايه؟ اسمها refugee يعني لاجئ. فلما نقول اللاجئين اسمها refugees. طيب تفتكر اللي بيحصل في القطاع لاخواتنا هناك دي حرب عاديه ولا ده ethnic cleansing؟ يعني ايه بقى ethnic cleansing؟ والكلمه دي برضو بتتكرر من الكلمات المهمه، يعني تطهير عرقي. تاني بنقول عليها ايه؟ ethnic cleansing. الحقيقي اللي بيحصل لهم ده عباره عن genocide يعني إبادة جماعية اسمها جينوسايد. واحنا كل اللي طالبينه ايه؟ كل اللي احنا طالبينه سيز فاير. يعني ايه سيز فاير؟ وقف اطلاق النار. تاني اسمها ايه؟ سيز فاير. وبذكرك تاني بالبويكوت. يعني ايه بويكوت؟ يعني مقاطعة. احنا مقاطعين، احنا مش مقاطعين، احنا استغنينا. فكلمة بويكوت يعني قاطع، او كلمة مقاطعة نفسها اسمها بويكوت. الكلمات دي انت محتاج تحفظها وتستخدمها في حياتك اليومية لما تيجي تتكلم عن الموضوع ده. ونكثف الدعاء. يعني احنا طول ما احنا موجودين نكون بنكثف الدعاء، بنقاطع وبنكثف الدعاء.